السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ القصة اسأل نفسك سؤال واحد: لو كنت واقف لوحدك على البحر بالليل والبحر هادي بشكل يخوف، وفجأة شفت حد واقف وسط الموج لا بيتحرك ولا بيتكلم، هتقرب ولا هتجري؟ القصة اللي هتسمعوها النهاردة من أكتر الحكايات المرعبة والغامضة، وكل أحداثها هتخليك تبص للبحر بعد كده بنظرة مختلفة تماما. اطفي النور، علي الصوت، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ويلا بينا نبدأ حكاية موجة الساعة 3. في ناس كتير بتحب البحر بالليل، لكن قليل اللي يعرف ان البحر ساعات بيخبي اسرار محدش يرجع يحكيها. كان كريم شاب عنده 29 سنة، بيشتغل مونتير فيديو، وكان دايما لما يزهق من دوشة القاهرة يركب عربيته وبينزل يقعد يومين في شاليه قديم على البحر في الساحل. الشاليه كان بعيد عن الناس، حواليه كان بيت مقفولين، والهدوء فيه يخوف اكتر ما يريح. اول ليلة بعد الساعة 2 صحي كريم على صوت افتكرها صوت الموج. قام وقف في البلكونة. البحر كان هادي جدا، هادي بشكل غريب، لكن وسط الضلمة لمح واحدة واقفة في المية، ست لابسة فستان أبيض طويل وشعرها نازل على وشها. كانت واقفة لحد ركبتها في البحر ومش بتتحرك. كريم افتكر إنها واحدة تايهة أو محتاجة مساعدة. نزل بسرعة، كل ما يقرب منها كانت تبعد شوية، ولا بتمشي ولا بتتحرك، كأن البحر نفسه هو اللي بيزقها. فضل يمشي وراها لحد ما حس ان المية بقت لحد وسطه. فجأة اختفت كأنها عمرها ما كانت موجودة. رجع الشاليه وهو بيقنع نفسه انه كان بيتخيل. تاني يوم راح يقعد على قهوة جنب البحر. سأل صاحب القهوة: هو في ناس بتنزل البحر بالليل هنا؟ الراجل بطل يمسح الكوباية وبصله وقال: لو شفت ست واقفة في البحر ما تقربش. كريم ضحك: انت بتهزر؟ الراجل قال بهدوء: كل سنة واحد بيختفي هنا، واخر مرة كانت من 6 شهور. الضحكة راحت من وش كريم. بالليل قرر انه يسهر جوه الشاليه. الساعة بقت 3 الا ربع، وفجأة سمع صوت خبط على الباب. فتح وما لقاش حد، لكن الارض قدام الباب كانت كلها مبلولة بمية البحر. وقبل ما يقفل سمع نفس الصوت. المرة دي كان جاي من أوضة النوم. دخل بسرعة. الأوضة كانت فاضية، لكن المراية كان عليها بخار ومكتوب بصباع: تعالى. قلبه وقع. مسح الكلمة بسرعة، لكن بعد ثواني ظهرت حاجة تانية على المراية: أنا مستنياك. خرج يجري من الأوضة، وفجأة الكهرباء قطعت. بقى الشاليه كله ضلمة، وبعدها سمع صوت خطوات، حد بيمشي جوه البيت. رغم انه لوحده استخبى ورا الكنبة وهو بيترعش. الخطوات وقفت قدامه، لكن مفيش حد. وفجأة نزلت نقطة مية على كتفه. رفع عينه لفوق واتجمد في مكانه. الست كانت لازقة في السقف، شعرها مدلدل وعينيها سودة بالكامل وبتبصله من فوق. ساعتها صرخ وجري ناحية الباب، فتح العربية وانطلق بأقصى سرعة. وهو ماشي بص في المراية الداخلية، لقى الست قاعدة على الكنبة الخلفية. ابتسمت وقالت بصوت واطي: انت خرجت من الشاليه، لكن لسه ما خرجتش من البحر. كريم فقد السيطرة على العربية. صحي بعدها في المستشفى. قالوا له انه عمل حادث بسيط، لكن الغريب العربية كانت ناشفة تماما إلا الكرسي الخلفي.
كان مبلول بمية، مية البحر طبعا. ومن يومها كل ليلة الساعة 3 بالظبط بيصحى على صوت موج، رغم انه ساب البحر من سنين. ولحد النهاردة كل ما يبص في مراية اوضته قبل الفجر بيشوف نفس الست واقفة وراه، ما بتتكلمش، بس كل يوم بتكون اقرب من اللي قبله. وبكده تكون قصتنا خلصت النهاردة. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام.